استنى عشان في كلام مهم وكلام خطير. مش هقول لك بقى حلقه ضرب نار ولا حلقه فيها شرب مش هقول لك اي حاجه. انا هقول لك احنا جبنا بنزين وبقى حالتنا طين. كفايه بقى، مش كل 3 شهور ترزعوا الناس خلاص مش لاقيه شوربه خضار. ارحموا، كل شويه غلاء بنزين. احنا بقى حالتنا طين. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. كلام مثير وكلام جبار للمدير الفني يسرب، المدير الفني للنادي الاهلي يسرب في اخر تدريب للفريق في بوروندي قال كلمتين من الاخر ضرب نار يعني. بس قبل ما نخش في التفاصيل كالعاده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعين قناة إكرامي محمود في كل مكان، تحية طيبة لكم جميعا. وقبل ما نبدأ في التفاصيل وقبل ما نبدأ في الأخبار وقبل ما نبدأ في أي حاجة، نبدأ الكلام الأول معاكم بإيه؟ بذكر الله، فلا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجاء عشان الكلام ده عايزين نوصله لكل الناس. اضرب زر اللايك، واللي مش مشترك في القناة يتفضل ويشرفنا باشتراكه على دماغنا من فوق، ويفعل زر الجرس ليصلوا كل ما هو جديد. قبل أول مباراة مع الأهلي يسرب، وأولى مباريات الأهلي في دوري الأبطال أفريقي. كل التوفيق الأول للنادي الأهلي وكل التوفيق ليسرب في أولى اللقاءات. الأهلي ولاعبي الأهلي والجهاز الفني في تلك البطولة مطالبين بحصد تلك البطولة قولا واحدا قبل أي حاجة إن شاء الله. طبعا إن شاء الله قبل أي حاجة. الغائبة عن النادي الأهلي الموسم الماضي وموسم واحد غابت عن النادي الأهلي، إحنا كجمهور النادي الأهلي حسينها إن هي غايبة بقالها 10 سنين. قولا واحدا البطولة المفضلة لكل جماهير النادي الأهلي. حلو الكلام؟ تمام. من الآخر قال كلام الراجل ده، قال كلام يعني. بص، نروح لكلام الراجل، يلا بينا نروح لكلام الراجل على طول. قال ايه بقى يسرب للاعبين قبل ايه بداية المباراة؟ كلام من ذهب. وقال ليهم ايه المدير الفني للاهلي؟ قال للاعيبه ايه؟ اوعى حد فيكم يفكر انه علشان بدأ المباراة دي يبقى ضمن مكان اساسي في الفريق. انا لسه بشوف ولسه بجرب ولسه هشوف ولسه هجرب، واللي هيدي في التدريبات واللي هيدي هيحجز مكانه. ولكن المباراة دي اوعى حد فيكم يفكر ان هو بقى اساسي. اضرب اللايك. ايوه يا باشا، اضرب اللايك يا باشا عشان داخلين على كلام خطير. اضرب اللايك يا كبير، واللي مش مشترك في القناه يتفضل ويشرفنا باشتراكه على دماغنا من فوق، ويفعل زر الجرس ليصلوا كل ما هو جديد. قال بنفس التفصيله كده: اوعى حد يفكر فيكم ان المباراه دي ان بقى اساسي والباقي بقى احتياطي. لا، انا لسه بشوف ولسه بتعرف ولسه بجرب ولسه بحفظ الاسامي. تمام؟ اللي هيدي في التدريبات واللي هيدي في المباريات واللي هيكون ليه دور مؤثر مع الفريق هو اللي هيحجز مكانه. غير كده مفيش. مدرب عارف بيدي الكلمة فين. مدرب طلع امبارح شكر في دولة بوروندي والحكايات والروايات، يعني حاجة من الآخر كلام فاخر. مدرب عارف بيعمل ايه كويس قوي. لما مدرب يشكر في البلد المستضيف والحكايات والروايات يبقى ده مدرب فاهم بيعمل ايه كويس. كل التوفيق للمدرب وكل التوفيق للنادي الاهلي في اولى المباريات. يا رب يا كريم يحصد الاهلي البطوله هذا الموسم، ونتوج ببطوله دوري الابطال الغائبه بقالها موسم وغايبه عن جمهور الاهلي بقالها 10 سنين. اتعودنا عليها. ما نقدرش الموسم بتغيب عننا بنحس ان هي غايبه بقالها 10 سنين. يلا ماشي، ما علينا. تمام. الاشاعات شغاله ضرب نار في الميديا على النادي الاهلي وعن ان السروب عايز مهاجم، والشغل شغال من نار. واللي يقول لك الاهلي اقترب من مصطفى محمد
واللي يقول لك الاهلي اقترب من اسد الحملاوي قول له انت بتقول اي كلام وعلى هاوي ناوي. اضرب اللايك يا كبير. ايوه انت اضرب يا كبير، اضرب عشان في كلام خطير. واللي مش مشترك في القناه يتفضل ويشرفنا باشتراكه على دماغنا من فوق ويفعل زر الجرس ليصلوا كل ما هو جديد. وعلشان يأكدوا ان الكلام حقيقي والكلام موثوق منه يقول لك المدير الفني للاهلي اشترط، واخدين بالكم، اشترط على الاداره لازما وحتما يكون في يناير القادم. ده كلام كله هجس، كلام كله هجس ابن عم حديد. اي حاجه انا قلت لكم قبل كده، اي حاجه فيها اسم النادي الاهلي عايزين اعلانات وعايزين حكايات وعايزين روايات، هات اسم النادي الاهلي. فاسم النادي الاهلي يجي في ايه دلوقتي؟ خلاص اتكلموا على المدير الفني، خلاص اتكلموا على بطوله، خلاص اتكلم على المهاجم بقى، قول ان المدير الفني عايز مهاجم واحكي وزيط. ما هي زيطه، حاجه غريبه وعجيبه. كل الكلام ده زي ما قلت لحضراتكم هجس ابن عم حديد. يا جماعه الخير الراجل لسه بيتعرف على اسماء اللاعبين، انتوا فاهمين؟ الراجل لسه بيتعرف على اسماء اللاعبين، انتوا فاهمين؟ ولا انتوا نمتين ودن من عجين؟ ولا انتوا ايه بالظبط؟ كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. ضربت اللايك يا كبير؟ انا شايفك انت لسه ما ضربتش، انت لسه اضرب يا كبير. اللي ما ضربش اللايك اضربه يا رجاله، واللي مش مشترك في القناه يتفضل ويشرفنا باشتراكه على دماغنا من فوق. مع العبد لله بتاخد كل التفاصيل وما بطولش عليك، زي ما بتشوف كده بجيب لك خلاصه الكلام فيما قل ودل. تمام؟ طيب، النادي الاهلي رجال يد الاهلي في المغرب، رجال وسيدات، عاملين ابداع في كرة اليد، عاملين ابداع يعني حاجة ولا اروع، حاجة ولا اجمل. 4 مباريات متتالية فوز لفريق الرجال، 4 مباريات متتالية فوز لفريق السيدات، وبيفوزوا يعني مكسب مريح ومستقر، حاجة روعة الروعة. تمام؟ النادي الاهلي هيلعب المباراة النهاردة الساعة 4. قاد تدريب امس سروب، يعني جاي لنا معلومات ان سروب هيكون ليه تدخلات في بعض الامور وبعض التغييرات والحكايات والروايات. كل التوفيق باذن الله، يعملوا مباراه ولا اروع ولا اجمل ويرجعوا بمكسب او تعادل على اقل تقدير، وباذن الله يبقى في مصر هنا الفرحه الكبيره بالصعود لدور المجموعات. هيرجع النادي الاهلي من هناك، هيلعب مباراه الاتحاد هنا يوم 22. والساعه كام يا اولاد؟ الساعه 5. الساعه كام يا بهوات؟ الساعه 5. امال ايه الحكايه يا عم؟ هو الاهلي الوحيد اللي بيلعب الساعه 5؟ رابع مباراه للاهلي الساعه 5، والزمالك مباراتين وبيراميدز مباراتين. لك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان الناس دي يعني اكتر نادي بيجيب لها تسويق وايرادات للمباريات بتلعبوا الساعه 5. شغل كوالا فاخر من الاخر. عشان ما اطولش عليك يا كبير، لايكك وشيرك واشتراكك، بشكركم والسلام عليكم.